واهلا بيكم في رحلة تسلق جبل الغسيل. الفيديو ده لكل واحدة فاكرة انها لوحدها اللي بتعاني من الهدوم اللي بتولد لوحدها في الأوضة. تعالوا نشوف الجبل ده هيخلص ازاي. طبعا ابتديت ارتب، هو مش هيبقى بس ترتيب وتطبيق الغسيل، لا هيبقى كمان تجهيز الشنطة عشان جس وات انا رايحة عند اهلي. انا بحب اروح اسكندرية جدا يا جدعان. اسكندرية ليها جو خاص كده بالنسبة لي، بعشقها. انا كنت عمري ما كنت بحب القاهرة، بس سبحان الله نصيبي جابني لغاية هنا ومش عارفة أعمل إيه. بس أهو عندي كده كل شهر متفقة أنا وجوزي إن أنا بروح اسكندرية عند أهلي، أستجم شوية وفي نفس الوقت يشوفوا البت إلاف ويلعبوا معاها وأنا أرتاح شوية بقى وأنام. بعد ما طبقت شوية غسيل اشتغلت نص ونص، حطيت حبة في الشنطة والباقي رحت يعني مدخلاه بقى الدولاب. هنا بجوز الشرابات، بعملهم الأول جنب بعض عشان ايه؟ ما يضيعوش مني. ولما الاقي في فرد ملهاش جواز بحطهم على جنب وبدور على جوازاتهم عشان الشرابات ما تضيعش مني. الفكرة دي حلوة، خلي بالكم. واطبقهم عشان يبقوا سهلين ويبقوا بيترصوا في الدولاب كده ما ياخدوش اي وقت. المهم بقى انا بقى مش قادرة انام من كتر فرحتي ان انا مسافرة اسكندرية. هنا حطيت بقى الأدوية، كل الأدوية طبعا عشان بتيجي حاجات كده في النص، ما تعرفش جت منين. حسيت نفسي بهوقت شوية في الدنيا بس الحمد لله اتلمت. وأخيرا الراحة خلصت. عقبالكوا يا بنات، يلا قومي بسرعة لم جبل الغسيل واكتبي لي في الكومنتات انك خلصتي. باي باي.